بسم الله الرحمن الرحيم. تحليل مباراة الأهلي ويانج أفريكانز التنزاني. لكن في البداية اسمحوا لي أهنئ مصر المقاصة والزمالك. مليون مبروك فوز نادي المقاصة وبلوغه دور ال16 الأول في بطولة الكونفدرالية. هذه البطولة المظلومة في هذا النظام الغريب. مصر المقاصة فاز في دور ال16، وعشان يتخطاه هيلعب دور 16 تاني مع أندية خارجة من بطولة أبطال الدوري. ما علينا. مبروك للمقاصة وهارد لك لفريق انبي، وحظا اوفر في البطولات القادمة. ايضا مليون مبروك لنادي الزمالك اللي شرفنا ووصل على حساب مولودية بجاية الجزائري. وما ادراك ما الشمال افريقي والحرب النفسية اللي بدأنا نتعود عليها ونتغلب عليها كمان، والتاريخ يشهد. يلا يا زمالك شد حيلك يا بطل، وعاوزينك في النهائي مع الأهلي. أما عن الأهلي، مباراة سهلة جدا جدا صعبها مارتن يول على الفريق، وصعبوها اللاعبين على أنفسهم. مارتن يول لعب براس حربة واحد طول 80 دقيقة تحت مسمى الحذر الدفاعي والتأمين. ده كلام جميل، بس مع فريق غير الأهلي. الأهلي من المفترض إنه فريق بطولات، وكل الأندية تعرف قيمته وبتعمل له ألف حساب، ولازم تكون له الكلمة العليا في تهديد مرمى المنافسين وتسجيل أهداف بعدد وافر. وكل ده مش هيجي من التراجع والحذر والتأمين الدفاعي. ثم إنك بتدافع قدام مين؟ وحذر دفاعي إيه؟ وفريق يانج أفريكانز ما وصلش المرمى إكرامي ولا مرة. على الجهاز الفني المعاون لمارتن يول إنه يعرفه إن الأهلي مش من الفرق اللي بتعرف تدافع لمجرد الدفاع والحفاظ على هدف واحد. الأهلي مبدأه خير وسيلة للدفاع هي الهجوم. كمان هو أكبر فريق في مصر وفي أفريقيا، والفرق اللي بتقابله بتشوف طريقة لعب الأهلي وتشكيلته الأول، وبعدها بتحط خطتها وطريقة لعبها. لو الأهلي هيهاجم يبقى هم يدافعوا، والمهم يخرجوا بأقل الخسائر. ولو الأهلي ما بيهاجمش يلعبوا هم على الهجمة المرتدة علشان يربكوا حسابات الأهلي ولو بكام تسديدة. الحكاية واضحة زي الشمس. من مباراة النهاردة اتعلمنا 3 دروس: الاستهتار من اللاعبين والتهاون في ضياع الفرص، وحرص وحذر وخوف الجهاز الفني. كل دول بيجيبوا نتائج عكسية وما تنفعش مع الأهلي. 2. الأهلي لما بيضغط وبيغامر بيكون زي الوحش، مفيش فريق بيقف قصاده حتى ولو في آخر ثانية مش آخر دقيقة بس. وكان من مباريات لأدوار مؤثرة حسمها في الدقايق الأخيرة، وكان من بطولات فاز بيها في الدقايق الأخيرة. لازم تكون الروح دي من أول المباراة لآخرها. وآخر درس: كل أهلاوي اتفرج على الماتش وفرح بالجون في الثواني الأخيرة كان بيتمنى يكون متعب هو صاحب الهدف، مش كرها في عبد الله السعيد بقدر ما هو حبا لعماد متعب والتعاطف معاه والإحساس بزعله على عدم المشاركة. دي يا متعب أكبر جايزة ممكن ياخدها لاعب، وهي حب الجماهير والتعاطف معاه. كلمة أخيرة أختم بيها اللقاء: إذا أراد الأهلي الاستمرار في حصد البطولات عليه أن يكمل من حيث انتهت مباراته مع يانج أفريكانز. ضغط على الخصم، روح الجماعة، سرعة في نقل الكورة في منطقة الخطورة، التشبث بالفرص، وأخيرا اللعب ب2 رؤوس حربة. مليون مبروك للأندية المصرية، كل التوفيق للكرة المصرية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.